يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء لا يختلفون كثيرا أهل السنة عندما يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لا ينتقصون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر ليس نابعا من موقف متشدد نحو الشيعة، إنما أنا أرى وأبصر. أنا خرجت من بلدي، طائفة من الطوائف المنسوبة إلى الشيعة وعددها في بلدي لا يتجاوز 8% سيطرت على الحكم، مستغلة اسم البعث العربي، وهي لا تؤمن بهذا الحزب. فهذا أمر. ثم استغلت الناصرية وزعمت أنها تريد الوحدة، وهي لا تريد لا وحدة ولا تريد العروبة ولا تريد أي من هذه، ولا الحرية ولا أي من هذه الشعارات. إذن أنا أواجه غلو تأذينا بسببه. وجاء دور المجوس لم يكن نابعا من ثورة الخميني، له صلة. أولا عندما نتحدث عن الوضع في لبنان، إذن هناك طائفة سيطرت على الحكم في سوريا باسم هذه الجماعة. تسألني هل هي من الشيعة الاثني عشرية؟ أقول قطعا لا. وأئمة الشيعة في القديم والحديث كأئمة السنة يعتقدون أنهم خرجوا من الإسلام. فهؤلاء سيطروا على الحكم في بلدي، وصرنا إحنا في السجن، وصرنا نتعرض للإرهاب، وصرنا كذا وكذا. جاء الوضع في لبنان، المخيمات الفلسطينية في لبنان والفلسطينيون في لبنان يعيشون حياة لا تحتمل بحال من الأحوال، لا يعترف بهم. ليس هناك دولة في العالم تتعامل مع الفلسطينيين كما يتعامل اللبنانيون، أقصد اللبنانيون كحكومات، مع الفلسطينيين. كان هناك رغبة مارونية وحرص دائم، وكان هناك رغبة إسرائيلية، وكان هناك رغبة أمريكية على موقف من الفلسطينيين في لبنان. هذا تكشف الوثائق الكثيرة جدا. قامت فوضى في لبنان، وحدث صراع ما بين ما يسمى بالجبهة الوطنية واليسارية، وثم منظمات التحرير من جهة، والموارنة من جهة أخرى. حدثت اشتباكات وحروب في مناطق متعددة. إلى هذه اللحظة كان الشيعة يتزعمهم الشيخ موسى الصدر، أو أعطيه اسم آخر، يتزعمهم في لبنان. ونحن نعرف بأن الشيعة في لبنان مرتبطون قبل مجيء موسى الصدر بتاريخ العرب والأمة العربية، سواء كان مع الفرنسيين أو كان مع الدولة العثمانيين أو ما إلى ذلك. النظام السوري الطائفي كان يزعم أنه يخشى على الثورة الفلسطينية ويخشى عن دورها في مقاومة الصهيونية، وبالتنسيق مع الإسرائيليين وبالتنسيق مع الأمريكان دخل إلى لبنان. الدخول إلى لبنان كان في تاريخ
1/6/1976. لكن قبل هذه الفترة كان ترتيب بين النظام السوري وبين أمريكا وبين إسرائيل وبين الموارنة. عندما تعود أنت إلى تاريخ تلك الأيام ترى موقف كل من الموارنة وإسرائيل وأمريكا يرفضون دخول القوات السورية رفضا كاملا. القوات السورية من جهة أخرى تقول أنها تريد حماية الثورة الفلسطينية. ثم اشتد الصراع في لبنان. القوات المناوئة للموارنة تستطيع أن تقول بعد انقسام الجيش اللبناني اللي كان يتزعمه الضابط أحمد الخطيب، وأسس ما يسمى الجيش العربي اللبناني، أطبقت الدائرة على الموارنة وعلى قصر بعبدة، وكانت السيطرة لهم، وكان الحكم سينتهي لهذه الجهة. لا يعني هذا أنني مؤيد لهم أيضا هنا في هذه الناحية، فهم بالتالي أهل فوضى ولن يستفيد المسلمون منهم. تغير موقف إسرائيل وأمريكا والموارنة ووافقوا على دخول سوريا. سوريا تقول أنا أريد حماية الثورة الفلسطينية، نحن نراقب الأحداث. لابد وأنك كنت تراقب الأحداث بالكويت. دخلت القوات السورية كما ذكرت لك، تغير الموقف. الشيعة في لبنان انضموا للقوات السورية بشكل أو بآخر. الفلسطينيون وأهل السنة في لبنان تعرضوا لمحنة، تعرضوا لمجزرة، تعرضوا لمذابح دامية. لماذا؟ إذا كان مثلا القوات اليسارية والوطنية هي مؤلفة من كمال جنبلاط، ومؤلفة من الدروز، ومؤلفة من الحزب الشيوعي ومشتقات الحزب الشيوعي من يساريين، ومن الثورة من منظمة التحرير، لماذا